أهلا وسهلا بيكم في قناتنا الجديدة قناة كورة فاميليا. نتمنى أن الفيديو اللي فات يكون حاز على إعجابكم، وإن شاء الله نستمر في تقديم محتوى يليق بيكم. أرجو منكم أن انتوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يصلكم كل جديد. تخيل حضرتك إن واحد قاعد في عشة صغننة مكسرة متهالكة داخل خرابة صغننة تحيط بها القمامة والحشرات من جميع الجهات. أراد ربنا إن هذه الخرابة اللي بداخلها العشة يكون جنبها قصر كبير ومدهون وعلى بابه حراس وحاجة في منتهى الشياكة، ويروح طالع الراجل اللي ساكن جوه العشة ده اللي مش عايز يعدل من نفسه ولا حياته، وهو لابس هذا الرداء المتردي اللي كله لطع وحاجات مقطعة وحاجات شكلها غريب، بيروح رايح ضارب الجرس على القصر اللي جنبه. يطلع له الراجل يقول له: خير، انت عايز حسنة يا ابني؟ يقول له: لأ، بس أنا جاي أديك نصيحة. اللون اللي انت عامله ده مش حلو، كان المفروض تعمل لون تاني، اللون اللي لا كان هيليق أحلى. هو ده الوضع اللي ربنا كتبه علينا دلوقتي. تخش تفتح صفحة فيسبوك تلاقي واحد عمال يدبدب في الأرض نفسه يتشهر بأي طريقة، ويروح عامل لك منشور متوحش بيتكلم فيه عن مجلس إدارة النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب واللي عملوه بيعملوه فينا. تسيب الفيسبوك وتروح قاعد قدام التلفزيون، تيجي قدامك قناة جميلة جاي بقى الكابتن شلولخ والكابتن حنكش وصاحب الفخدة البيضاء قاعدين بيتكلموا عن أمور الكرة في مصر. يقول لك المفروض مجلس إدارة النادي الأهلي يروح ياخد دورات في الإدارة عند الناس الناجحة، عنده قلعة بيضاء جميلة منورة طول الليل بأنوار الفلورسنت، هم دول اللي هيدوله كورسات يقولوا له ازاي يصحح من احواله. تقوم تمسك الريموت من على الارض بعد ما وقع من شدة الهبدة علشان خاطر تلحق تحول القناة قبل ما حيطان البيت تقع على دماغك من الكلام الغريب اللي انت سامعه. تلاقي قناة تانية خالص جايبة راجل جميل برضه بيتكلم في شؤون الكورة، تلاقي الراجل قالك ايه: غرفة لبس الأهلي فيها مشاكل. أنا بقول لك في مشاكل ما بين فلان وعلان، والدنيا ما بقتش أحسن حاجة، والدنيا فرطة منهم خالص. يا راجل حرام عليك، يعني أنا غرفة اللبس في الأهلي وحشة؟ أما اللي عندك فيها إيه؟ فيها حرنكش؟ يا حبيبي ده أنت ما عندكش غير اللبس. أغلب اللعيبة كلها خدت أول تليفريك وطلعت على الفيفا تعمل شكاوي. وصلنا أعتقد للرقم 14 وقت تسجيل الفيديو. الكوميدي في الموضوع ان حكايتك بتفكرني بفيلم ابيض واسود قديم لاسماعيل ياسين والفنان الجميل حسن فايق. الفيلم ده اسمه ليلة الدخلة. بلابيعه ونايلون الاتنين عايزين يتجوزوا، والاتنين شغالين حلاقين. الحلاقين دول دخلوهم عبد الفتاح الأسري، حاجة كده أشبه بلعيب جديد يا حرام لسه جاي يمضي للنادي. دخل محل الحلاقه، قصدي دخل النادي ومضى. الراجل عبد الفتاح الاسري دخل وقعد. دخل الكابتن بلابيعه وبدا يحلق له في شنبه ويحنتف له الدنيا. هوب شيو، راح شايل له نص الشنب. قام اللعيب بص في المرايه، قصدي قام عبد الفتاح الاسري بص في المرايه لقى شنبه مش موجود. قال لك: شنبي شنبي ياهو. هو نفس الوضعيه، تلاقي اللعيب يا حرام داخله كله انبساط، يطلع في البرامج يقول لك: انا طول عمري من وانا صغير وانا نفسي العب في هذا النادي الفظيع العظيم، نفسي احقق امنيه ابويا وامي وجده الباشا. ويروح ماضي ويقولوا له: ما تقلقش فلوسك موجوده. يقعد علشان يقبض يقول لك: شنبي فلوسي. وبعد كده زي ما حصل في الفيلم بالظبط يقول له: حبيبي ممكن تاخد 5 جنيه ومش عملته شبطة. نفس اللي بيحصل، بس لو ليك 10 خد 2 ومشي امورك، ما تقفلش معايا امال. انا اللي اعرفه ان اللي بيدي نصيحة لحد ده المفروض ان هو بيكون ناجح. عشان كده حتى لما هتيجي تقول لي النصيحة، انا بيني وما بين نفسي حتى لو انا مش قابلها منك هفكر فيها، اقول: اه والله لا،
عنده حق برضه، الراجل بيتكلم من خلال خبرة وخلفية ومنهجية كبيرة، لكن أنا مش شايف الكلام ده. يعني أنت على أرض الواقع فلة شمعة منورة، كان نفع نفسه محاضر ومخالفات وشكاوي وإيقافات ولعيبة ما تلعبش علشان ما بتقبضش، ولما يجي حد يقول لك الكابتن هو ما بيلعبش ليه، تقول لك اصل ضفر رجله مكسور ومستنينه يبقى كويس ويجي يلعب. طب ما تقول الراجل عايز فلوسه، حقه، ولا انت عايزه يشتغل ببلاش؟ طب اديني امارة تخليني امشي على دماغك. يعني قول لي مثلا، احنا دلوقتي مجلس ادارة الاهلي ده من 2017، مجلس كابتن الخطيب بقاله 9 سنين، اللهم بارك. قول لي انت ما عملتش ايه واحنا عملنا ايه، هقتنع بالكلام. انت عارف انت عملت ايه في ال9 سنين دول؟ انت خدت الدوري المصري مرتين، وخدت الكونفدرالية مرتين، وخدت السوبر المصري مرة واحدة، وخدت السوبر الافريقي مرتين، وخدت الكونفدرالية مرتين. هو ده أول عن آخر في 9 سنين خدت الدوري مرتين، الكونفدرالية مرتين. وخد بالك الكونفدرالية دي أحسن من دوري أبطال أفريقيا، اوعى تصدق أي حد يقول لك حاجة غير كده، خليك فيها واوعى تحاول تطلع دوري الأبطال. الأهلي بقى مجلس إدارته اللي محتاج ياخد كورس تدريبي عندكم، عمل إيه في ال9 سنين دول؟ أنت معاك ورقة وقلم تكتب ورايا؟ يلا ورقة وقلم واكتبي ورايا يا ست الكل. انت بتتكلم 6 سوبر مصري، 5 أو 6 دوري مصري، خش بقى وشيك ودور، أنا عندي منه كتير فمش فارق معايا. 1 يتيم كاس القارات ال3، يلا ربنا يعوض علينا. 2 سوبر أفريقي، 4 دوري أبطال أفريقيا اللي هو أضعف من بطولة الكونفدرالية. اسمع مني، الناس دي بتسوحك وعمالة تسخنك وتقول لك لازم نوصل، لازم مش عارف ايه. زي ما انت سيب الدنيا كلها حواليك تتحرك وانت واقف شامخ. المهم، نفسي افهم بقى، انت قلبك جايبك ازاي انك انت اللي بتديني نصايح؟ ده انا ما برضاش اطلع ودي نصايح علشان ما تقولوش علينا ان احنا ناس متكبرين. خلاصة القول بقى زي ما بيتقال، لو محدش بيغلط ما كنتش هتلاقي الدوري الاسباني ريال مدريد بياخده فترة وبرشلونة فترة وزمان فالنسيا، الدوري الانجليزي كذلك. ده طبيعي، اصابات، عدم توفيق في صفقات، ده طبيعي وما يقللش من الشخص اللي خد الخطوة، لانه يكفي ان هو حاول واجتهد وحط خطة مشي عليها. عارف المشكلة في ايه؟ المشكلة في حضرتك، انت مش مركز غير معايا انا. ركز يا حبيبي مع نفسك، ركز مع نفسك يمكن تفلح. عارف ان انت من 2017 لو كنت واخد قرار ان انا شغال لمصلحتي فقط ومش مركز مع اي حد غير نفسي لحد ما اوصل للهدف اللي انا حاطه، كان ممكن نتائجك اللي احنا لسه قايلينها من شوية دي تتغير خالص. يعني على سبيل المثال كان وارد جدا انك تلاقي نفسك واخد الكونفدرالية 3 مرات بس مش مرتين. شفت بقى، انت اللي بتضيع على نفسك الفرص. بس عموما الفرصة لسه متاحة، ركز مع نفسك بس، حل مشاكلك بس. لكن حضرتك جاي تحاول تديني نصايح او تنظر عليا، ما ينفعش. في فرق سرعات سيد الرئيس، حتى الكلام ما يتعقلش. يا ريت يكون الكلام دوت اتفهم، ويا ريت تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس. وسواء كنت متفق معايا
أو مختلف معايا، هانتظر رأيك في التعليقات. ليلتكم سعيدة.